نور نور نور، اسعاف اسعاف بسرعه، رد عليا يا نور. نور نور بسرعه، اسعاف بسرعه. نور نور دوريات الجيش بتمشط كل حته في الشيخ زويد ورفح والعريش، ورجاله مش عارفه تتحرك على فين، وفي رجاله كتير ماتت، حتى المصابين مش عارفين ننقلهم ولا نوديهم على فين، وابو اسامه وحكيم اختفوا ومش عارفين مكانهم فين. الحمد لله، حتى لو ماتوا كلهم مش مشكلة دول عند ربنا، واحنا في ايام مفترجه. احنا عملنا بيان باننا عملنا هجوم كبير وانسحبنا بعد تدخل الطيران، وده خوفا على اهالي سيناء. اعتقد ان الاخوه فخورين بينا جدا، وهينشروا ده على قنواتهم وعلى الانترنت لايام وشهور جايه. طب نشدد الحراسه هنا؟ لا لا لا، ما تعملش حاجه غير معتاده. الجيش الفتره اللي جايه دي هيقابل مجموعات ورجاله بتتحرك في كل مكان، وده هيشغلهم انهم يعرفوا انا فين. لكن احنا شكلنا كده مش هنعرف نتحرك من هنا، والفترة طويلة جدا. الدكاترة بيقولوا إن إصابته كبيرة، بس الحمد لله مش خطر. انا رتبت نقله الجلاء العسكري باقصى سرعه. أنا هفضل هنا، ولو هيتنقل هبقى معاه. هو ده بالظبط اللي نور كان هيعمله لو كان مكانك. ربنا يخلينا دايما في ظهر بعض. ده واجب لازم كلنا نعمله. سلام يا ايمن. بسم الله الرحمن الرحيم. نور نور يا حبيبي، أنا ماما. نور يا حبيبي، يا رب يا رب ما تحرمنيش منه يا رب. نور نور يا حبيبي، نور نور يا حبيبي. دكتور يا دكتور، في نور نور. أنا خايفة. ما تقلقيش، انا هروح عندها للدكتور دلوقتي. أيوة. نور نور يا حبيبي، أنا ماما. انت ايه اللي جابك العرايش؟ أنا في القاهرة يا حبيبي. دي الدكتورة أمنة هي اللي جت معاك من العريش. أنت كويس يا قلبي؟ بابا كان هنا بس راح البيت عشان نجيب شوية حاجات ليا، وهيجيب أختك كمان وجوزها. أنت عارف مين كان هنا يا حبيبي؟ إسلام كان هنا، بس راح يوصل مامته ورجع على طول.
انت كويس يا حبيبي؟ يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يا كنس اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. احنا كنا خايفين تدخل في غيبوبة، بس الحمد لله دلوقتي يا بطل. احنا بقى عندنا كام حاجة كده محتاجين نشتغل عليها. أولها وأهمها حكاية الكسر اللي في رجلك ده. أنت هتعمل عملية وهتركب مسامير. ليه عملية يا دكتور؟ لازم عملية، ما ينفعش يعني جبس عشان البنج بس. ما هو لو كان ينفع كان عمل كده يا زاهية. استني شوية بس. أصل هياخد بنج تاني واخد بنج قبل كده. احنا هنستنى 48 ساعة عشان معدلاتك الحيوية تبقى مطمئنة، وبعد كده نبتدي العلاج واحدة واحدة. طب سؤال يا دكتور بس عشان ابقى فاهم، انا هرجع الشغل امتى؟ أنا عشان أكون صريح معاك يعني مش قبل 6 شهور. كتير يا دكتور دول. معلش اسمع كلام الدكتور اللي يقول عليه. طيب استأذنكم أنا. اتفضل حضرتك. طيب انا كمان عن اذنكم. امنه استني، انت رايحه فين؟ مش عرفك على اهلي. دي امي زاهيه. وانت لسه هتعرفنا؟ احنا قاعدين مع دكتوره امنه اصلا من امبارح، ده غير ان هي اصلا ما سابتكش من ساعه ما كنت في المستشفى في العريش لحد ما وصلت لحد هنا. انا طبعا انبسطت قوي ان انا اتعرفت عليكم، وكنت اتمنى ان انا اتعرف عليكم في وقت احسن من كده. يعني الحمد لله ان انا اطمنت على نور، بس انا لازم ارجع العريش على طول دلوقتي. لا ما ينفعش، انت لازم تفطري معانا. لا يا طنط ملوش لازمه يعني التعب ده. ايه طنط دي؟ انا زوزو. انت هتيجي تفطري معانا وبعدين نيجي نطمن على نور. معلش يا زوزو انا لازم الحق الطريق قبل ما الدنيا تضلم. معلش يا بنتي من غير ما تحاول، مفيش حد فينا هنا يقدر يكسر لها أي كلمة، حتى نور ذات نفسه. اسأليه كده. خلاص هي كده كده وافقت. يلا احنا. أنا بقول يلا كده. بينا. يلا بينا. يلا يلا يا رنا. يا حبيبي هي حلوة طويلة زيك. السلام عليك يا نور. الله يسلمك يا روحي. هي دي بقى الدكتورة اللي انت اديتها بوبو بتاعي؟ لا بوبو بتاعك مع حد تاني، لما اطلع من المستشفى هقول لك مين هو. ليه؟ دي حلوة قوي يا نور، ما تتجوزها. امشي ورا أمك يلا يا لمضة. ماشي اوكي. خدت بالك قالت لك ايه؟ ما تقوليش يا طنط، تقولي لي يا زوزو. كبيره دي خلي بالك عشان بتحبك. التانيين بقى تقول لهم ايه؟ زوزو مين؟ قولوا لي يا طنط. بقول لك يا بنت الناس، اديكي شايفه انا بتشلفط ازاي واحنا لسه على البر. يعني مثلا لو عايزه تخلعي اعتبري ان دي اخر دي اخر فرصه. بالراحه انت رجلك لسه. بالراحه. طيب انا بحبك على فكره ومش هقدر استغنى عنك. انا ايه؟ ما سمعتش بتقولي ايه؟ لا انت سمعت. يعني هتوجع تاني؟ خلاص يا نور. انت قلتي ايه؟ بحبك وايه؟ مش هقدر استغنى عنك. شويش بالراحه. مش عارف ابو اسامه، تفتكر ان احنا اعتمدنا على حكيم بشكل اكتر من اللازم؟ الدكتور حكيم ذكي ومهم، بس كان وده وقت كثير عشان يقوم بعملية كبيرة زي هذه. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.